بزاف منا شفنا هاد التصويره المرعبه ديال واحد الكائن جالس على السرير، وهاد التصويره كانت مرتبطه بواحد القصه ديال تجربه النوم الروسيه. القصه وما فيها كتقول باللي في الحرب العالميه الثانيه السوفيتيين حبسوا 5 ديال السجناء وعرضوهم للغاز كيمنع النعاس لمده 30 يوم، والنتيجه كانت كارثه. هاد السجناء فقدوا عقلهم وبداو كياكلوا لحمهم لدرجه انهم تحولوا لوحوش. ولكن غادي نصدمكم ونقول لكم باللي هاد الصورة اللي كتشوفوا فيها دابا ماشي حقيقي. القصة بدات في 2005 واحد الشركة سميتها موربيد انتربرايزز. هاد الشركة متخصصة في الديكورات الهالوين. صنعوا هاد الدمية متحركة وسموها سبام. هاد الدمية كانت عبارة على سجين في سترة المجانين، وملي كتخدمها كانت كترعد بقوة وكتخرج واحد الأصوات ديال الأنين والألم. Sensor right there. Typical for them. Here is your adapter jack. والناس ملي حيدوا الفلتر الابيض والاسود اللي كاين في الصوره بان باللي داك الشخص اللي في الصوره كانت غير دميه مصنوعه بالبلاستيك والحديد. هاد اللعبه كانت كتباع عادي في الاسواق حتى العام 2015 فاش توقف الانتاج ديالها كليا. ولكن الانترنت حولها لاسطوره حيه. اما الصوره الثانيه اللي كيبانوا فيها 4 ديال الرجال واقفين قدام الحيط ولابسين اقنعه الغاز الغريبه، كان البحث وصل لواحد النتيجة واللي هي أول ظهور لهاد الصورة كانت في عام 2008 في موقع أمازون، وكانت محطوطة غير كمثال في وسط واحد الإطار ديال الصورة للبيع. ومن بعد تبين من خلال الأرشيف التاريخي أنها صورة حقيقية من عام 1917 في الحرب العالمية الأولى، وهي الجنود الأمريكيين كيوريو الفرق بين أقنعة الغاز الأمريكية البريطانية والفرنسية والألمانية، وما عندها حتى شي علاقة بتجارب السرية، فقط تاريخ تخلط مع الخيال. كنظن كنا كبرنا مع هاد الديناصور الأرجواني ملي كنا صغار، والأغلبية فيكم كان كيتفرج في هاد المسلسل اللي سميتو براني. غادي نقول لكم كاين واحد التصويره في الانترنت كيبان فيها براني واقف في الخلفيه بطريقه غريبه ومخيفه. كيبان فيها واحد الولد صغير لابس جاكيطه زرقاء وكانت باينه فيه انه فرحان وكيضحك، ولكن الصدمه هي داكشي اللي واقف وراه بديك الطريقه المرعبه. الصوره بدات كتدور في المنتدى ريديت في عام 2016 اللي حطها واحد الشخص وكتب في العنوان ديالها واحد الجمله غريبه: صوره مرعبه لصاحبي ملي كان صغير، واللي وضح فيها باللي صاحبه كان كيقلب في الالبومات الصور القديمه ديالو ملي كان صغير حتى شاف هاد الصوره اللي صدماتو، واللي كيبان فيها براني واقف بواحد الطريقه غريبه وعينيه كحلين، وزيد عليها كيبتسم بواحد الطريقه شيطانيه وبواحد الهيئه ما مريحاش للعين نهائيا، وماشي هي الهيئه الرسميه ديال براني اللي كنعرفو. وهذه هي النقطه اللي خلات الغموض كيكبر في موقع ريديت. ملي شاف مول بوست بنادم كيسولو بزاف قال لهم صاحبي راه في الخدمه دابا، غير يرجع غادي نسولو على كاع التفاصيل ونقول لكم شنو واقع. ولكن الصدمه من هذيك الوقت ما وليناش شفنا صاحب هاد الصوره نهائيا، ما زادش ورانا الحقيقه ديال هاد الصوره، وبهكا ما عمرنا عرفنا واش هذيك غير شي حد لابس زي التنكر لشي حفله الميلاد ولا شي حاجه اخرى ما بغاش يحكيها لينا. بزاف الناس ملي كيشوفوا هاد التصويره كيتخلعوا بكثرة ما التصويره غريبه ومرعبه. كنشوفوا راجل غارق في سائل قهوي ولازج في وسط بانيو ديال الخشب قديم، والوجه ديالو فيه واحد الابتسامه مرعبه، لدرجه هاد الصوره ولات هي الوجه الرسمي لواحد الشخصيه خياليه مشهوره في العالم الرعب. كتقول باللي هذا هو ذا اولد مان او SCP
106. هذا الكائن هو واحد المسخ كيقدر يذوب اي حاجه كيقيسها بديك السائل القهوي. هذا الكائن عنده قدره تاكل اي حاجه كيقيسها، سواء الحيط او الحديد او البشر، كيذوب وكيتعفن في بلاصتها، وزيد عليها كيقدر يتمشى وسط الحيوط بحال الخيال. والاخطر في SCP 106 هو انه كيقدر يجر الضحايا ديالو واحد البلاصه خاصه به، وتما كيكون هو المتحكم الوحيد في الزمان والمكان، وكيتم التعذيب بالضحايا ديالو. الا بغيتوني نهضر لكم على هذه المنظمه SCP وبالضبط على هذا الكائن قولوها لي في الكومنتات. المهم، ولكن الحقيقه ديال هذه الصوره كتوصلنا لواحد الموقع ديال التواصل الاجتماعي روسي. تما كلقاو باللي واحد الشخص سميتو الكسندر حط الصورة ديالو في نفس الغرفة ومن زاوية مختلفة، وبان باللي الموضوع ما فيه لا جن لا وحوش. ديك الغرفة اللي بانت مرعبة هي في الأصل جزء من المركز العلاجي كاين في بولندا. أما بالنسبة داك السائل القهوي اللي سحاب لشي وحدين باللي هو مادة ديال داك الوحش، فهو مجرد طين علاجي طبيعي كيسخنوه لدرجة الحرارة عالية كتوصل ل 100 درجة، وكيتغطس فيه بنادم باش يعالج المفاصل والجلد ديالو. وملي كتقارن الصورة اللي حط الكسندر مع الصورة المشهورة كتلقى نفس الزليج مربع في الحيط ونفس البانيو اللي كان فيه. هادشي كيتبت باللي الصورة تخادت في لحظة ديال الراحة والاستحمام. اما بالخصوص الملامح المرعبة ديال الوجه دياله، في الحقيقة هي ان الصورة اللي انتشرت دار ليها شوية ديال التعديل باش تولي مظلمة اكثر. الراجل غالبا كان غير كيمثل او كيدير حركات بوجهه باش يضحك مع صحابه اللي كيصوروه. هاد الصورة اللي كتشوفوا فيها دابا هي وحدة من أكثر الصور اللي دارت ضجة في الانترنت. فهاد الصورة كيبان لينا فيها جوج دراري صغار كيشوفوا من الشرجم، ولكن موراهم واحد الخيال كحل مرعب لدرجة كيبان في هاد الظل غير عينيه. هاد الصورة دارت ضجة كبيرة في داك الوقت. القصة بدات في سنة 2020 ملي واحد المستخدم في ريديت سميتو كريزلي باندا حط هاد الصورة اللي كيبان فيها جوج دراري، بنت وولد. البنت كتبتسم ببراءة، ولكن الدري اللي حداها كان عنده ملامح باردة وكيشوف نيشان في الكاميرا. ومورا هاد الدري واقف واحد الخيال كحل اللي كيبان لينا انها امرأة. والمثير في الامر هو ان الاضاءة اللي في البيت ما عندها حتى شي منطق. المرأة واقفة قريبة للشرجم ولكن ما كيبان من الملامح ديالها والو من غير عينيها اللي كيشوفوا في الفراغ. الناس اللي في الانترنت بداو كيقلبوا ولقاو الخيط كيوصل لبرنامج الرعب الياباني مشهور وسميتو طويلة، غادي نخليها لكم هنايا. هذا الفيلم هو السلسلة الاصلية كيعاود لقصة الاستاذ والتلميذ ديالها ويحلو في احداث خارقة للطبيعة. وفي هذه اللقطة اللي كانت حقيقية واحد البنت كتدوز حدا واحد العمارة وكتلوح بيديها لهاد الدري، وفي ثواني كيبان لينا هاد الخيال موراها. وهنا فين كاين الصدمة، العينين اللي كانت مليوحة في الصورة فريديت ما كاينش في الفيلم الاصلي نهائيا. هادوك العينين زادوا غير بفوتوشوب من طرف اللي نشر الصورة باش يخليها تبان مرعبة اكثر وتولي قصة غامضة باش تثير الجدل بين الناس. الخلاصة هاد التصوير اللي باينه لينا هي مجرد لقطة من فيلم ياباني قديم اللي تم التعديل ديالها فوتوشوب باش تثير الفضول ديال الناس وصافي.